الحبايب عاملين ايه؟ مع غلو الاسعار دلوقتي في منتجات كتيرة، وبقت الدنيا صعبة والاسعار بقت في السماء. الحياة بقت اصعب. طب احنا ممكن نجيب حاجات ارخص ازاي؟ في حاجات كتيرة. الناس في الغالب بتروح للمحلات الصغيرة اللي حواليها او الكلام دوت، مثلا بتجيب مثلا جراسري، بتجيب شوية فاكهة شوية خضار، تجيب لحمة وفراخ، مثلا محلات او محلات عربي. لو بتجيب مثلا حلال، او حتى في محلات مش عربي بيبقى عندها حلال، او تروح الجزار او تروح حاجات زي كده يعني. بس الاسعار غالية، ده حتى البيض غالي. طب انا اجيب الحاجات دي ارخص ازاي؟ في كذا حاجة. في مثلا عندك حاجة اسمها ريستورانت ديبو. ريستورانت ديبو ده ده اللي بيورد للمطاعم والحاجات والمحلات والحاجات ديت، يعني المحلات الصغيرة والحاجات ديت. الريستورانت ديبو ده بتروح، بس لازم يكون عندك بيزنس، اي نوع من بيزنس بتعمل بيه العضوية، لازم يكون عندك بيزنس تفتح بيه الحساب بتاع العضوية فيه. ولما تروح هناك مثلا انت بتشتري السمك بالباوند مثلا من هنا او من هنا برقم، منك بتروح تجيب السمك بالباكس، بتشتري باكس سمك بسعره ارخص بكتير. بتروح مثلا تجيب فراخ او لحمه او كده، وبرضو حتى الحلال عادي موجود فيها، واسعارها ارخص بكتير، وهكذا. بس كده لا، في حاجات ارخص. انت دايما مثلا لما تيجي تتكلم على الخضار والفاكهه، الناس لما تيجي تتكلم على الفارمر ماركتس، الفارمر ماركت بيكون بشكل عام الجودة بتاعته احسن بس اغلى. ليه؟ لان هو المزارع بيضطر ان هو ينقل الحاجة وده برقم ويحطها، ويحط حد يبيع وهكذا، فده كله برقم بيزود السعر، وهو في الاخر بيبيع كمية محدودة. لو انت رحت لغاية الفارمز او المزارع بنفسك، وفرت عليهم الكلام ده، هتلاقي عروض عندهم، هتلاقي حاجات كتيرة جدا كويسة. بس هما في الاغلب بيتعاملوا كاش يعني، لان هو يعني ده اغلب شغلهم في الغالب يعني. فانت بتروح بدل ما تجيب كيس مثلا تفاح صغير، بتجيب كيس كبير وتجيبه بسعر رخيص جدا. بدل ما تتباع التفاحة برقم، لا انت بتروح تشتري كمية محترمة بسعر كويس. تشتري خضار، تشتري حاجات. في مزارع تانية بتبقى مزارع للمواشي. في مزارع هتلاقيها بتاعة القامش مثلا، زي في بنسلفانيا واب ستيت وحتت تانية. في هتلاقي مزارع كبيرة بتعمل عندها يعني مواشي. انت ممكن تروح تقول لهم انا عايز مثلا لام كامل، بس هو طبعا بيبيعوا كميات. يعني عايز اشتري مثلا ايه، عايز لحمة ضاني وعايز اجيب لام كامل. وممكن تروح تذبح لو انت عايز، ممكن انت تسمي، ممكن تعمل اللي انت عايزه. في مزارع بيبقى عندهم ناس بتذبح بتسمي عادي يعني، لو انت عايز حلال. واسعار فرق رهيب في السعر، غير ان الجو هناك والحاجه لطيفه. لو عايز تشتري لحمه بتلو، بس طبعا هي المشكله الاساسيه هتلاقيها هناك ان انت بيبيعوش كميات صغيره يعني، مش بيبيع بالباوند، تشتري كميات كبيره. لكن ممتازين، فرق السعر رهيب. الموضوع يستاهل يعني. انت لو عيلتين تلاتة مثلا في مكان وعايزين يجيبوا حاجة، يرتبوا ويجيبوا في يوم مع بعض اكل الشهر مثلا، او اكل تقعد يعني، اكل يقعد في الفريزر فترة، تقدر تستخدمه خلال الفترة ديت. ده هيوفر عليك كتير، وهيديك فرصة ان انت يبقى عندك فرق في السعر يقدر يظبط معاك الدنيا. انا عارف ان الناس اللي في المدن الكبيره بتبقى صعب عليهم ان هم يروحوا حاجات بعيده يعني، اللي ما عندوش عربيه واللي عندوش مش عارف ايه والناس في الغالب ما بتبقاش متعوده ان هي تطلع، وتكلفه ان هي تطلع غاليه، لكن بتحسبها. جرب شوف مزرعه، وجرب شوف الدنيا، وشوف الحياه عامله ازاي، وهتفرق معاك. في الوقت الحالي دايما طول ما الحياه كده في الغالب يعني، الناس هتلاقيها كلها بتنصح ان انت ما تحاولش ان انت تصرف في حاجه ملهاش لازمه خلال الفتره الحاليه. يعني لسه الوضع الاقتصادي مش لطيف. اصحاب الاعمال الخاصه بشكل عام، البيزنس، جزء كبير جدا منهم بيعاني. في ناس بتشتغل، بس في ناس شغلها اقل، في ناس شغلها كويس ماشي حاله. في نسبه كبيره الناس بتعاني جدا. الفتره اللي فاتت كانت صعبه خلال فتره
بايدن طبعا صعبه، ولغايه دلوقتي دونالد ترامب هو طبعا مبروش كتير في المكتب، لكن لغايه دلوقتي الدنيا لسه ما فيهاش فرق. ف يعني خلينا دايما نفكر بشكل عملي ونشوف في الحلول اللي ممكن توفر علينا. وبس، وتحياتي للجميع، مع السلامة.